يا سلام تسمع من المسيح وغير المسيح يقول لك ربنا موجود. لكن يا عزيزي لو انت دربت نفسك على تنمية هذا الشعور في حياتك باستمرار، ده انا انام وربنا جوايا، اصحى معايا وروح المحاضرة يبقى معايا في كل حين، الله معانا في كل لحظة. وعاوز اقول لك في وقت الفشل وفي وقت الضيق والتجربة معاك اكتر، لان انا بحس في التجربة ان ربنا بيقفل السكة قدامي لانه عاوز يبعدني عن خطر معين، وانا ازعل واعيط واقول ليه الوظيفة دي ما وصلتلهاش، ليه الكلية دي ما دخلتهاش. يقوم ربنا يقول لي ما انتش داخلها، اقوم ازعل، اقوم انا لو افهم شوية اقول له متشكر يا ربي خالص، انا اشكرك اكتر لانك ما دخلتنيش الكلية دي اكتر من انت كنت دخلتاني، لان لازم انت شايف حاجة انا مش شايفها. اشكرك يا ربي على كل حال. تدريبك باستمرار الشكر، وخصوصا احنا في جيل دلوقتي متذمر على الكلية وعلى المجموع وعلى العيشة وعلى الغلا وعلى كل حاجة حوالينا، مش جيل شاكر لربنا، مش جيل اللي حاسس ان ربنا معاه. عشان كده عمال يدور على مخرج من الضيقة اللي هو متصورها ان هي ضيقة، فيقع في ضيقة اكتر. لا يا اعزائي، ما كانش ده طبيعة ابائنا ولا جدودنا. اللي حصل حاليا ان في بركة متشالة لان الناس مش متكل على ربنا. مش في نقص في الفلوس، في نقص في البركة، في قلة في البركة. يا احبائي تدريبك على وجود ربنا معاك هو موضوع حياتك. اذا انت ما اتدربتش على هذا التدريب اعرف تمام ان انت انسان فاشل، مش هتكون ناجح في كليتك، ومش هتقدم للكنيسة صورة حلوة لاولادها الناجحين.